السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. بحبكم جدا جدا في الله، وبتمنى يا رب دايما 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 تكونوا بأتم صحة وبأحسن حال. فيديو النهاردة يا بنات والله والله تحفة. يعني انا لو تأهتوا في فيديوهاتي انا ما بحاولش احلف كتير، علشان انا عندي مصداقية والحمد لله تعالى، مصداقية في جميع فيديوهاتي. والله فيديو النهاردة احنا طبعا فلاحين وبنخبز في الفرن الغاز، بس والله الطريقة دي عاملاها على ظهر البوتاجاز وتحت الشواية تحفة. اللي هيشوفه هيحلف انه معمول في فرن الغاز او الفرن البلدي. تحفة بكاكين للسحور، جميلة جدا، لا خدت مننا وقت ولا مجهود ولا فرن ولا دخان ولا حر ولا اي حاجة خالص. طريقتها سهلة جدا جدا وبسيطة. ان شاء الله ان شاء الله هتعتمديها عندك ان شاء الله بإذن الله تعالى. بس قبل ما نخش الفيديو الجميل جدا ده، رائع والله رائع وهش وجميل وطري، فيه كل المواصفات الحلوة بإذن الله تعالى. بس قبل ما نخش الفيديو ده، أتمنى تدعموني باللايك والشير وتشيروا الفيديو لكل أصدقائكم عشان كل يستفاد بإذن الله تعالى. شايفين بسم الله؟ بالنسبة اللي أنا بشاور عليه ده، هو السمك بتاعه رقيق شوية، يعني القوام حلو. هقول لكم على الخطوات كلها بحيث ان يطلع معاكم بالجمال ده وطريقة سهلة جدا 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 وبسيطة. طريق ينفع للسندوتشات، ينفع للفول والطعمية، ينفع لكل حاجة بإذن الله تعالى. طريقة سهلة جدا، أنا أول مرة أعملها بس عن نفسي هعتمدها عندي. تمام تمام. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وزيدوا رسولنا الكريم صلاة وسلام عليه أفضل الصلاة والسلام، ونبدأ كل عام وانتم بخير. واللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان، لا فاقدين ولا مفقودين. هنسمي الله ونبدأ فيديو النهاردة جميل جدا زي ما قلت لكم وبسيط، ومش هكتر عليكم عشان ما تقولوش اني برغي كتير، ما بحبش والله الكلام كتير. يلا نخش في المفيد. في بولة معايا كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات. لو انتوا في الفلاحين هيبقى دقيق من الدرجة الأولى أو النمرة الأولى. لو انت بتستخدمي ينفع في الوصفة دي دقيق الزيرو ودقيق المتعدد الاستخدامات. تمام. هفتح فتحة في العجين كده وأبدأ أشوف المكونات بتاعتي ايه. معايا معلقة من البودر صغيرة، تمام، وربع معلقة من الملح، تمام، وكمان معايا بسم الله الرحمن الرحيم معلقتين من السكر او 3 حسب ما انت حابه العجينه بتاعتك تبقى درجه السكر بتاعها ايه. انا حطيت معلقتين 2. تمام. بالنسبه للخميره، الخميره بتاعتي خميره بيره، تمام. لو خميره فوريه ما فيش اي مشكله. انا بحب دلوقتي الجو برد جدا جدا جدا، فانا بحب خطوه بتاعه تخمير الخميره ديت، بتساعد وتسرع في عمليه الخمر. الخميره بتاعتنا نص معلقه من السكر، ونص كوبايه ميه فتره، ومعلقتين من الدقيق والمكعب الخميره، ودوبته وتركته على جنب 5 دقايق. معايا معلقتين من القشطه او معلقه كبيره من القشطه، دي اختياري، بس لو موجود عندك ما تبخليش وحطيها. تمام. ادوب المكونات بتاعتي كلها بقى كده مع بعض، واحط الخميره بتاعتي اللي انا قلت لكم عليها، ومعلقه وكوبايه كبيره من بسم الله الرحمن الرحيم من اللبن الرايب، عليها معلقه من الخل. الخل بيدي هشاشه وما بيبانش خالص في اي اكل. تمام. هبدا اخلط بالاسباتيولا بتاعتي كده في الاول لحد ما المكونات بتاعتي تختلط مع بعضها، وابدا استخدم ايدي. تمام. المكونات سهلة وبسيطة، هقول لكم عليها تاني واحنا بنشتغل. كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات، ربع معلقة من الملح، معلقتين من السكر، ومعلقة صغيرة من البودر، معلقة من الخل. كل المكونات بسيطة وموجودة عندك في البيت. معلقة قشطة إذا وجدت. تمام. وكوباية كوباية من اللبن الرايب. تمام. مفيش لبن رايب مفيش أي مشكلة، يبقى حليب وعلى معلقة خل وسيبها شوية. تمام. مفيش هيبقى ميه، لو ميه فتره مفيش مشكله. معايا نص كوبايه من السمنه. انا حاطه سمنه زبده على زيت. مفيش سمنه زبده يبقى سمنه خليط او سمنه نباتي على زيت، او سمنه خالص زيت خالص، مفيش اي مشكله، هيبقى جميل معاكي جدا جدا. بس يبقى ربع سمنه على ربع زيت.
يعني نص كوبايه، ما تكترش عن كده عشان ما يقلبش معاكي القرص، او تقللي فيبقى ناشف معاكي ويبقى ايه، مجلتن ومش حلو. تمام. الخطوات سهله لحد كده. لو وصلتوا معايا للنقطه ديت ما تبخلوش عليا باللايك والشير عشان قناتنا تستمر باذن الله، ونكمل بقيه الخطوات. طبعا هبدا اعجن واخدم العجينه كويس جدا جدا زي ما حضراتكم شايفين. تمام كده خلاص العجينة بتاعتي اتخدمت كويس جدا جدا، وخلاص يعني القوام بتاعها بقى مأستك وحلوة. كده خلاص تمام. هبدأ بقى. طبعا الجو برد جدا جدا، اعمل ايه؟ خلاص فكرت وقلت ايه، ولحت البوتاجاز الفرن 3 دقايق بس وطفيته. بعدها حطيت العجينة بتاعتي فيه لمدة ساعة. مش هكدب عليك واقول نص ساعة، لا ساعة، لمدة ساعة بحالها. تمام. لان الجو برد جدا جدا اليومين دولت. فالعجين بيغيب شوية في الاختمار، فاحنا بنحاول ايه، نعمل له خطوات كده نساعده بيها. العجينة اختمرت معايا، شايفين ما شاء الله ولا قوة الا بالله. خلاص هبدأ بقى اقطع العجينة بتاعتي لأجزاء متساوية، كل جزء قد البيضة الكبيرة كده. تمام. او حسب بقى ما انت حابه، ممكن انت حابه تكبريها شويه، انت وراحتك، بس هي بتبقى كده متوسطه. البكاكين بتبقى بنفس الحجم اللي حضراتكم شايفينه ده. هكور بقى العجينه كلها زي ما حضراتكم شايفين كده، شايفين ما شاء الله. خلاص وهبدأ اشتغل فيها على طول، مش هسيبها ترفع ولا تعمل ولا تخمر تاني، لا هبدأ اشتغل فيها على طول. طريقة سهلة جدا جدا وبسيطة، ان شاء الله هتعجبكم ومش هتاخد منك وقت خالص. انا يعني عن نفسي انا قلت لا، ده الطريقه دي صعبه ومش هعمل، بس قلت اجرب، ولو لقيتها حلوه اقول لحبايبي عليها. تمام. خلاص ولازم نغطي العجينه بكيس عشان تنها طريه معانا، ولما نيجي نعملها زي ما حضراتكم نشكلها كده تبقى طريه، العجينه قوامها حلو ورافعه معانا وجميله جدا جدا. هبدأ بقى دلوقتي بالعجلة، بالمردانة، بأي حاجة انت بتستعمليها للخبيز، هتبدأي تاخدي من جوه على بره كده. تمام. ومش ترقيها قوي، يعني يبقى القوام بتاعها حلو عشان تنفخ معاكي كده وتاخد اللون الجميل في الفرن بإذن الله. شايفين السمك بتاعها حلو. احنا عن نفس بنحب القرص او البكاكين، يعني السمك بتاعها مش تخين قوي. تمام. هجيب صينية وافرش عليها يعني ملاية نظيفة، وابدأ احط بقى القرص بتاعتنا او البكاكين عليها كده واصفها اغطيها، ورقة تانية واغطيها لحد ما اخلص الكمية كلها زي ما حضراتكم شايفين. اتمنى رب اكون ضيفة يعني خفيفة على قلوبكم، بس لو سامحوني لو الفيديو طول شوية، فهو كله تكات واسرار. يعني مش حابة ان افوت حاجة منها. تمام كده. خلص بقى الكمية كلها، ومش هحط دقيق كتير، لا حاجة بسيطة خالص كده بحيث انها ما تلزقش في العجلة بتاعتي وانا شغالة. حابة تعمليه مدور مفيش مشكلة، حابة تعمليه طويل زي ما زي الرغيف اللي انا عاملاه لكم ده مفيش اي مشكلة خالص، هيبقى جميل جدا. بس ما ترقيش زيادة عن لزوم، السمك بتاعه يبقى مناسب. تمام. خلص بقى الكمية كلها زي ما حضراتكم شايفين، واغطيها واسيبها بقى تختمر ترتفع عفوا. هتاخد لها كمان، انا سبتها عن نفسي سبتها ساعة يا جماعة، سبتها ركنتها وسبتها. حبت برضو تولعي الفرن تاني 3 دقايق وتطفيه، وتحط الصينية بتاعتك بعد ما تطفيه في الفرن، هيسرع معاك عملية ان هو يرفع معاك بسرعة. حابة تحطيه في مكان دافي، هي ساعة لان الجو برد جدا جدا عشان ما يطلعش منك منقط.
ويطلع ال مش مظبوط، يبقى السوا بتاعه مش مظبوط. تمام. يلا نخلص بقية الكمية وارجع لكم تاني نكمل بقية الخطوات. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وصلوا على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. والله يا جماعة، يعني تجربة عن نفسي. كل ما تيجي تعملي شغلة صعبة أو سهلة، صلي على الرسول، صلي على الرسول. ده هيساعدك ان نفسيتك تبقى كويسة، وهيساعدك كمان والله في ان انت تنجزي شغلك بسرعة وتخلصي اوام اوام. إيه دلوقتي العجينة بتاعتنا شايفين ارتاحت معانا كويس جدا جدا. هنبدأ بقى في الخطوة المهمة، نشوف هنعمل ايه في البكاكين اللي هنغمسها على البوتاجاز دي. معايا صاجين اتنين ألمونيا زي ما حضراتكم شايفين كده. تمام. هبدأ اخد وما تسمعيش كلام حد يقولك اقلبي، اقلبي العيش الناحية التانية. لا، انا باخده اول الوش على الوش والظهر على الظهر. تمام. هتحطيه على نار متوسطة على ظهر البوتاجاز من فوق. تمام. شايفين زي ما انا حطيت كده على ظهر البوتاجاز من فوق لحد ما يعمل فقاعات صغيرة كده. مش هستنى لحد ما ينفخ انتفاخ كامل يعني. لا، يا دوبك يعمل فقاقيع صغيره كده. وقوام تحت الشوايه تكون شغاله، الشوايه تكون شغاله تحت. يبقى صاج تحت الشوايه، وصاج على البوتاجاز من فوق. كده هتخلصي بسرعه وتنجزي، ومش هتضيعي وقت ولا تهدري غاز. صاج فوق والصاج التاني تحت الشوايه، هتخلصي بسرعه. شايفين ما شاء الله كده. تمام. اشيله بقى من على ظهر البوتاجاز واحطه تحت الشوايه. هينفخ اكتر من كده وياخد اللون بتاعه الجميل اللي زي حضراتكم ما شفتوه في اول الفيديو. فكرة سهلة جدا جدا وبسيطة. شايفين بمجرد ما تحطيه تحت الشواية هينفخ زي ما حضراتكم شايفين كده. يعني الفرن بتاعي صغير بس الحمد لله كويس وماشي الحال معاه. تمام. ما شاء الله. شايفين خد اللون بتاعه، هو حبة تغمقي عن كده مفيش مشكلة. كده اللون كويس، كده اللون تمام. او حبة عندك بخاخة وحبة ترشي تبخيه، هيبقى طري وجميل جدا. تبخيه وتروحي مغطيه بقماشة على طول. بس انا للاسف البخاخة بتاعتي كان فيها معطر، فاستبعدت خالص فكرة ابخه ده. ان انا على طول ابخ المخبوزات بتاعتي بعد ما تخرج من الفرن. متعودة على كده بالطراوة، وبيبقى اللون بتاعها يبقى اجمل كمان من كده. شايفين بسم الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله. تحفة تحفة تحفة. اللي هيشوفه هيحلف انه معمول في الفرن الغاز او الفرن البلدي اللي بالعفش والحطب. شايفين ما شاء الله ولا قوة الا بالله. والله دي اول مرة اعمل الطريقة ديت، بس طريقة ناجحة. اوعدك لو جربتيها وجربيها واكتبي لي في التعليقات هي عملت معاك ايه او انت عملت ايه في الطريقة دي ايه. واشوفكم على خير فيديو قادم، يا رب يعجبكم يا رب. ولو عجبكم ما تنسوناش باللايك والشير. شايفين بسم الله ما شاء الله. واستودعكم الله التي لا تضيع امانته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.